الشرط الأول اللي هو لازم يتوفر عندك قبل ما تبدأ في مشروع الحمام اللاحم، إن يكون جنبك طبيب بيطري. يكون جنبك طبيب بيطري فاهم في الحمام، مش فاهم في الفراخ بس، لأن كل الأطباء البيطريين شاطرين في الفراخ، لكن في الحمام قليل جدا اللي بيعرف في الحمام. لدرجة إن أنا مرة رحت للدكتور بقول له في زغاليل صغيرة ما بتاكلش لوحدها، الاهالي ما بتاكلهمش وحالتهم كذا كذا كذا، فبيعطيني علاج على اساس ان الزغاليل بتاكل لوحدها زيها زي الكتاكيت اللي هي لما بتفقس بتاكل لوحدها يعني. فما عندوش فكره ان الزغاليل لازم اهاليها تاكلها لغايه عمر مثلا 25 يوم، ما عندوش الفكر دي. فلازم تروح لطبيب بيطري فاهم، ده شرط اساسي. ويكون متوفر عنده ادويه البيطريه المستورده، وبأكد على طبيب بيطري فاهم، لأن كلهم زي ما قلت لك مش كلهم فاهمين في الحمام. أنا بدأت بأول شرط، لأن بالنسبة لي اللي هي توفر الطبيب اللي فاهم